بيبدأ مسلسلنا مع الشرطية المتدربة جريس ورئيسها ستيفي وهم سايقين بسرعة رهيبة وبيلاحقوا عربية فيها حد من المشتبه فيهم، فبيفضلوا ورا العربية خطوة بخطوة لحد ما العربية بتتقلب بالشخص اللي موجود فيها، ووقتها بتنزل جريس وستيفي بسرعة علشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيفضل المشتبه فيه يصرخ علشان حد ينقذه ويخرجه، وبيتفاجئ ستيفي انه المجرم المشهور جوردن، وبيقبضوا عليه وبيتوجهوا بيه على مركز الشرطة. وبعدها بيخرج الشرطي المتدرب تومي مع رئيسه جيري في يوم تدريب ليه كالعادة، واثناء ما كان جيري سايق بيشوف عربية عليها ارقام غريبة وكأنها من خارج المدينة، فبيؤمر الشرطي تومي انه ينزل يشوف ايه حكاية العربية دي ويكشف عن رخصها ويعرف هوية اللي موجودين فيها، وبينفذ تومي اوامر رئيسه وفعلا بينزل وبيتوجه ناحية العربية وبيطلب منهم الرخص، فبيبلغوا صاحب العربية انه نسي محفظته ومش معاه اي حاجة تثبت ان العربية دي بتاعته. واثناء ما تومي بيتكلم معاهم بيبحث جيري عن ارقام العربية على الجهاز لكن ما بيظهرلوش اي بيانات خاصة بيها، ولما بيلاقي تومي اتأخر بينزل هو شخصيا وبيمشيهم من المكان، وبيعرفوا ساعتها ان اللي بيمتلكوا العربية دي ناس مهمة وعلشان كده بياناتهم ما بتظهرش على سيستم الشرطة. وبعد وقت مش كبير جريس وستيفي بيروحوا لبيت جوردن وبيبلغوا أنجيلا أمه إنه تعرض لحادثة عربية بس ما حصلوش أي إصابات، وبتفهمها جريس إنه كان سارق العربية اللي راكبها وإنهم فحصوها واكتشفوا إنها ملك الشخص اسمه جيمس ماكنتايرز، وبتسألها جريس لو كانت تعرفه، فبترد عليها أنجيلا إن مش هي بس اللي تعرف جيمس، ده كل الناس في المدينة تعرفه. وبنفهم وقتها إن جيمس ده تاجر ممنوعات كبير في مدينة بلفاست ومحطوط على قائمة الجريمة، وبتوضح لها جريس إن ده معناه إن جوردن واقع تحت تهديد راجل مش سهل، وبتسألها لو في أي معلومات تعرفها يا ريت تبلغهم بيها، فبتتهرب أنجيلا من سؤال جريس وبتفهمها إنها ما تعرفش حاجة أبدا، وبتطلب منها جريس إنها لو احتاجت منها أي مساعدة ما تترددش وتكلمها فورا. وأثناء ما جريس وستيفي كانوا ماشيين من بيت أنجيلا بتوضح لهم أنجيلا إن في مكان اسمه القصر جوردن كان دايما بيكون موجود فيه، لكن بعدها بترجع في كلامها وبتنكر اللي قالته لأنها خايفة على جوردن. وبيرجع جريس وستيفي لمركز الشرطة علشان يكملوا التحقيق في قضية جوردن، فبتوضح لهم المحققة إن تم إخلاء سبيله لأن مفيش أي تهمة موجهة ضده، فبتستغرب جريس وبتقول لها ازاي اطلقتوا سراحه رغم انهم قبضوا عليه متلبس بسرقه العربيه، فبتفهمها المحققه ان صاحب العربيه جه مركز الشرطه واعترف انه كان مسلمها له وان جوردن كان بيسوق برخصته عادي وما كانش سارقها ولا حاجه. ومن كتر ما جريس كانت مستغربه اطلاق سراح جوردن بتسالها لو كان عنده رخصه شخصيه فعلا ولا لا لانه صغير في السن واستحاله يكون عامل رخصه في السن ده. وفي اللحظه دي بتقول لها المحققه ان جوردن عمل اختبار سواقه من حوالي اسبوع وطلع له رخصه، وبناء على كل ده اطلقوا سراحه من مركز الشرطه. وفي نفس اليوم هيلين رئيسة فريق التدريب بتعمل اجتماع مع كل افراد الفريق اللي تحت قيادتها وبتبلغهم ان زملائهم قبضوا على المتهم جوردن بيسوق عربيه جيمس، وبتطلب من الفريق بالكامل ان جيمس وعيلته يتحطوا تحت مراقبه 24 ساعه ومفيش فرد من العيله يفلت من تحت ايديهم، وبتفهمهم ان الفريق كله من اللحظه دي يعتبروا جيمس وعيلته هو شغلهم الشاغل بس. وبتطلب من تومي واني وجريس المتدربين الجدد انهم يفضلوا موجودين بعد الاجتماع، وبتبلغهم ان بقالهم شهر في المكان، وبتبدأ تعرف كل واحد فيهم على مستواه خلال الشهر ده، وان تومي مهارة تصويبه بالمسدس ضعيفة جدا، واني قبضت على شخص بالخطأ اثناء الشيفت بتاعها. وبتفهمهم هيلين انها بتوضح لهم الاخطاء اللي وقعوا فيها خلال فترة التدريب عشان ما يكرروهاش تاني ويطوروا من ادائهم. وبتتوجه الشرطية اني مع رئيستها للتدريب، وبتبدأ رئيستها باختبارها سواء في قوة ملاحظتها في الشارع او في القوانين اللي هتستخدمها وهي بتأدي عملها. واثناء كلامهم مع بعض بتقف الرئيسة فجأة بالعربية وبتنزل لأنها شافت تاجر الممنوعات مو ماكنتايرز وأصحابه، فبتطلب من آني إنها تفتشهم وتكون حذرة معاهم لأنهم تجار ممنوعات وممكن يأذوها. وفعلا آني بتوقف جوردن ومو وبتعرفهم إن مطلوب تفتيشهم، لكن مو بيرفض وبيتعصب عليها جدا وبيوجه لها ضربة قوية في وشها بتسبب لها نزيف وبتقع على الأرض. وأثناء محاولة الرئيسة إنها تتدخل بيحصل بينها وبين مو اشتباك بالإيد، لكن بتتغلب عليه في الآخر وبتمسكه. وفي الوقت ده جريس وستيفي بيتوجهوا للقصر اللي أنجيلا قالت لهم عليه، وبنعرف إنه مكان معروف في المدينة بيعيش فيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك بيقابلوا بنت عايشة فيه بس ملامحها مش باين عليها أي إعاقة من أي نوع. وأول ما بيدخلوا المكان بيستغربوا جدا من شكله لأنه مكان مهجور وغريب ولا يدل على وجود أي حد فيه. وساعتها البنت اللي قابلتهم بتختفي تماما وما بتظهرش لحد ما بيطلعوا يفتشوا الدور اللي فوق وبيخبطوا على الأوض، فبتخرج البنت من واحدة من الأوض، وبعدها ستيفي وجريس بيسيبوا
المكان وبيمشوا عشان يكملوا باقي مهماتهم اليومية. وفي اللحظة دي المحقق ديفيد بيبلغ آني إن المتهم مو مقدم ضدها شكوى إنها تعدت عليه بالضرب بدون أي وجه حق وهو ماشي في الطريق العام، وهددت أمنه الشخصي، وإنها اتكلمت معاه بطريقة مش كويسة. فبتتعصب آني من اللي سمعته وبتحاول تبرأ نفسها من التهمة دي، وبتوضح لديفيد اللي حصل بالظبط، وبتفهمه إنها فتشته بناء على قانون معين بينص على كده، وإن مو كذاب وهو اللي أهانها وتعدى عليها بالضرب في الشارع. فبيوضح لها ديفيد إنه مش شاكك في أي كلام هي بتقوله، وبيعرفها إن المجرمين عارفين ثغرات القانون أكتر منهم، وممكن يتهموا أي حد في مقابل إنهم يخرجوا من أي قضية، وإن محامي المتهم هيستخدم الثغرة دي في التحقيق وهيخرجوا منها. وبيأكد لها إنه مش هيسكت وهيقدم في المتهم شكوى مضادة للشكوى اللي قدمها. وفي نفس اليوم المحقق يوسف بيجتمع مع ديفيد وبيدور بينهم مناقشة، وبيبلغوا يوسف إن في مشكلة، وهي إن في 2 من الضباط اللي ديفيد بيرقصهم قبضوا على 2 من العصابة، وفي 2 تانيين زاروا بيت أنجلا بهدف المراقبة. وبيعرفوا يوسف إن في بينهم اتفاقية، وهو بكده بيرجع في كلامه وضباطه عمالين يقبضوا على أعوانه. فبيوضح له ديفيد إنه مش كل مرة هينفع يوقف عملية شرطة، فبيكلموا يوسف بلغة تهديد إنه لازم يتصرف ويوقف العمليات اللي بتحصل دي غصب عنه مش بمزاجه، لأنهم متفقين على كده. وبيجي ساعتها ليوسف إشارة إن الشرطة متجهة للقبض على حد من أفراد العصابة، فبيتعصب على ديفيد جدا وبيطلب منه يتصرف ويوقف العملية دي فورا. وبيخرج ديفيد يؤمر فريق الشرطة إنهم يوقفوا جريس وستيفن ويرجعوهم عن العملية دي بسرعة، وفعلا الفريق بيطلب منهم يرجعوا وما يكملوش العملية. وبعد شوية جريس وستيفي بيوصلوا لمكان الحادثة وبيتفاجئوا إن الفريق بيطلب منهم يرجعوا، وبترفض وقتها جريس إنها تمشي من المكان غير لما تخلص مهمتها. وبيتصدموا لما بيلاقوا أنجلا منهارة من العياط وماسكه في ايديها اداه حاده وعايزه تنهي حياتها، ومحدش من الجيران عارف يسيطر عليها ولا يمسكها. وبتحاول جريس تقرب منها وتطمنها علشان تسيب الاداه وتتكلم معاها وهي هتحل لها مشكلتها. فبتبدا انجلا تهدى وفعلا بتسيب السلاح من ايديها، وساعتها ستيفي بيمسك انجلا وبيقبض عليها وبيتوجه بيها لمركز الشرطه بتهمه حمل سلاح ابيض وترويعها للجيران في الشارع. وكل ده بيحصل وعيله ماكنتايرز واقفين بيراقبوا الوضع من بعيد من غير اي تدخل منهم. وبتيجي اخباريه لجيري وتومي عن بيت فيه 2 حالتهم حرجة، فبيتوجهوا على البيت فورا بعد الإخبارية وبيبدأوا يفتشوا كل مكان فيه، وبيلاقوا صوت موسيقى عالي جدا جايب لآخر الشارع. ولما بيطلعوا الدور اللي فوق علشان يفتشوه بيتفاجئوا إن في 2 مرميين على الأرض وقاطعين النفس تماما، وبيحاولوا يعملوا لهم إنعاش يمكن حد فيهم يعيش. وفعلا بينقذوا واحد منهم والتاني بيتوفى، وده بسبب إنهم خدوا جرعة ممنوعات زيادة أدت للي حصل لهم. وبتيجي الإسعاف فورا وبتنقلهم على المستشفى. وفي نفس الوقت بتوصل إخبارية لجريس وستيفي أثناء الشفت بتاعهم بوجود راجل وست فاقدين الوعي في بيتهم، وبرضه كانوا بيتعاطوا الممنوعات. ومع الوقت بيجتمع جيمس مع مو ابنه وجوردن، وبيعرفوا ان صفقة الممنوعات اللي اشتروها طلعت بايظة، وانهم لازم يلموا البضاعة من السوق ويرجعوها لاصحابها فورا قبل ما الشرطة تعرف بيها. وبعدها ديفيد بيقعد يتكلم مع اني وبيبلغها انه عرف من المخابرات ان العصابة حاطينها في دماغهم وهيخلصوا عليها، وان ده تهديد شخصي ليها بالاخص من العصابة. وبيفهمها ان ده بيحصل كتير لاي حد شغال في الشرطة، بس لازم تاخد حذرها منهم، وكل يوم تفحص عربيتها كويس قبل ما تسوقها وتراقب الطريق وتاخد الإجراءات الوقائية الطبيعية. فبتتوتر آني جدا لما بتسمع الخبر وبتسأله مين بالظبط في العصابة اللي عايز يخلص عليها. فبيعرفها ديفيد إن معلوماتهم ما وصلتش لمين بالظبط، لكن كل اللي عرفوه هو إن حياتها بقت مهددة. وبيفهمها إن لو تهديد العصابة زاد عن حده ليها هيضطروا ينقلوها هي وأمها من بيتهم. وبتعمل هيلين اجتماع لكل فريق المتدربين في مركز الشرطة وبتبلغهم بحصيلة الجرائم اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، ومن ضمنهم ال4 اللي كانوا فاقدين الوعي بسبب الممنوعات اللي لقوها عندهم في البيت. فبيوضح لها جيري إنها عبارة عن أقراص ممنوعات لونها أزرق بتحتوي على مادة بتقضي على حياة الإنسان. وبيأكد ستيفي على كلامه وإنه فعلا شاف نفس الأقراص الزرقاء اللي بيتكلم عنها جيري. وبينتهي الاجتماع على إن عيلة ماكنتايرز تفضل محطوطة تحت المراقبة. وفي نفس اليوم جوردن ومو بيروحوا للتاجر جي بي عشان يسترجعوا منه دفعة الممنوعات اللي خدها منهم. ولما جي بي بيقول لهم إنه باعها بيوجه له مو ضربات متكررة على وشه وبيأمروا يعرفهم هو باعها فين والمين. فبيبلغهم جي بي إنه باعها لناس من المدينة بس مش عارف هما فين بالظبط. ووقتها مو بيكدبه وبيقول له إنه عارف إنه باع الممنوعات لناس خارج المدينة، وبيأكد له إنه هيعاقبوا على اللي عمله لأن ده فتح عين الشرطة عليهم. وبتطلب هيلين مقابلة آني وبتبلغها إنها لازم تسيب البيت فورا حفاظا على سلامتها واللي راحت بالها، وبتفهمها إن حصل لها نفس الموقف من 6 سنين
سنين، وكان اسمها على قائمة المهددين من عصابة كبيرة، واضطرت إنها تنقل عنوانها لمكان تاني. وتاني يوم بنشوف مو وجوردن وهم بيتمموا على دفعة الممنوعات البايظة اللي استلموها من التجار علشان يرجعوها. ووقتها آني والشرطية جن بيشوفوهم أثناء الشفت بتاعهم، وبتطلب آني من جن إنها تروح تاخد منهم الرخص وتفتشهم. وبتنزل فعلا جن وبتتكلم مع جوردن ومو وبتبلغهم إن مطلوب تفتيشهم. وبيرد مو عليها وبيهددها وبيقول لها إنه مش هيتفتش ولا هينزل من العربية. وفي اللحظة دي جن بتخاف إنه يعمل فيها حاجة وبتمشي فورا من قدامه، وبتتعصب آني عليها وبتسألها عن عدم تفتيشها ليهم. فبتبلغها جن إنها ما لحقتش تفتش العربية لأن جالها إخبارية طارئة من مركز الشرطة ولازم يكونوا في موقع الحادثة دلوقتي. ومع الوقت تومي بيتناقش مع جيري عن الممنوعات اللي لقوها وإن قد إيه عيلة ماكنتايرز مسيطرة على جزء كبير من شوارع المدينة. فبيعرفوا جيري إنه مش من مصلحته إنه يفتش عن حاجة زي دي لأنه لسه متدرب جديد، وبيطلب منه يشغل باله أفضل باختبار إطلاق النار اللي عنده الأسبوع الجاي واللي هيتحدد على أساسه هيبقى موجود في الشرطة ولا لأ. وتاني يوم جريس وستيفي بيتوجهوا لبيت كوريجان ومارتن، الست والراجل اللي أنقذوهم من أقراص الممنوعات. وأثناء دخولهم المكان بيشوفوا محامي عيلة ماكنتايرز موجود وبيسألوه عن سبب وجوده هنا، فبيوضح لهم إنه جه بناء على طلب أصحاب البيت ليه. وبيفهمهم مارتن وهو في قمة التوتر إن اللي حصل له هو ومراته كان حادثة بسبب وصفة دواء خدها من دكتور، ولسوء الحظ طلعت بايظة وعملت فيه كده. فبيستغرب ستيفي وبيسألهم هم إزاي بياخدوا من نفس الدواء، ووقتها مارتن ومراته بيسكتوا ومش بيعرفوا يردوا على سؤاله. فبيتدخل المحامي وبيبلغ ستيفي إنه لو عاوز وصف مفصل للي حصل يجيب إذن من مركز الشرطة لأن مش من حقه يستجوبهم من غير إذن. وبتفهمهم جريس إنهم لو خرجوا من قضية الممنوعات مش هيخرجوا من قضية حقوق الطفل بسبب الذعر اللي سببوه لأطفالهم وقت الحادثة، وإنهم لا يؤتمنوا بالمرة على الأطفال دي. ووقتها كوريجان بتخاف من اللي جريس قالته وبتفهمها إن مارتن هو اللي ضغط عليها تاخد معاه من الأقراص دي. فبتطلب منهم جريس إنهم يتحولوا لمركز إعادة تأهيل بسبب الممنوعات اللي خدوها ويعملوا اختبار علشان يحددوا كمية الممنوعات في جسمهم. فبيوافق مارتن وكوريجان على قرارات جريس. وفي نفس اليوم بالليل عصابة ماكنتايرز بيحملوا البضاعة الجديدة اللي استلموها في العربيات، وبعدها بيبعتوا رسالة لجيمس وبيعرفوه علشان يبدأوا الخطة هو وتينا مراته اللي هتشتت الشرطة عنهم. وبتخرج تينا من البيت وبيجي شخص ملثم تابع للعصابة وبيوجه ضربات بالرصاص على البيت، وساعتها تينا بتبلغ الشرطة وكأنها ما تعرفش حاجة. وبتوصل الشرطة وبتسجل اللي حصل، وبيفهم ستيفي إنهم ضحكوا عليهم وإن كل ده متخطط له منهم. وبيبدأ يستجوب تينا عن اللي شافته أثناء إطلاق الرصاص، فبتفهمه إنها ما لحقتش تشوف أي حاجة لأن كل حاجة حصلت بسرعة. وأثناء التحقيق في الحادثة مو كان بيوزع الممنوعات على الزباين وبتنجح خطتهم في الآخر. وبعدها بنشوف جي بي مع أمه وأبوه وهم قاعدين مستنيين القرار اللي العصابة هتاخده في عقاب ابنهم، وبيكونوا مرعوبين من اللي هيحصل له. وبيستعد جي بي لعقابه وبيخرج يقابل مصيره وهو خايف جدا منهم، وبيتفاجئ برجل ملثم ضخم شكله يخوف وبيطلع مسدس من جيبه وبيوجهه على جي بي وبيضربه بالرصاص في رجله. وقتها بيجيله نزيف حاد وبيفضل يصرخ من الألم، وبتيجي الشرطة فورا علشان تحقق في الحادثة ويبدأوا يعملوا له الإسعافات الأولية. وبتوصل الإسعاف وبتنقله للمستشفى بسرعة لسوء حالته. وفي الوقت ده جريس كانت بتستجوب أم جي بي عن اللي حصل في الحادثة، لكن هي بتتهرب بإنها مش فاضية لأن ابنها مصاب ولازم تطمن عليه، ده غير إنها ما عندهاش حاجة تقولها ليها. وبتطلب جريس من ستيفي إنها تتكلم مع أبو جي بي يمكن تعرف منه اللي حصل لابنه بالظبط. وفعلا بتقابله جريس وبتبدأ تتكلم معاه وبتعرفه إنها متفهمة مدى الضغط اللي هم متعرضين له وإن ممكن ابنه ما يعرفش يمارس حياته طبيعية تاني بعد الحادثة اللي أثرت على رجله. وبتوضح له إنه لازم يقدم بلاغ في اللي عمل كده علشان يتحاسب. ووقتها أبو جي بي بيتعصب عليها وما بيكونش عايز يقدم بلاغ، وبيفهمها انه لو عمل كده والعصابه عرفت هيرجعوا تاني، بس المره دي هيخلصوا عليهم خالص. وبنشوف اني وهي قايمه مفزوعه من النوم على صوت وجود شخص غريب في البيت بسبب خوفها من عصابه ماكنتايرز، وبتطلع المسدس من الدرج وبتلف في البيت كله وبتامن المداخل والمخارج بتاعته علشان تعرف بس الصوت اللي سمعته ده جاي منين. واول ما بتفتح الستاره بتتفاجئ بامها واقفه في البلكونه وهي اللي عامله الصوت العالي ده. وتاني يوم اني بتبلغ امها انهم لازم يسيبوا البيت فورا لان حياتها مهدده من عصابه لتجاره الممنوعات ومش هيسيبوها في حالها. فبتوافق امها انهم يسيبوا البيت لفتره مؤقته علشان يكونوا بعيد عن عين العصابه. وفي الوقت ده يوسف وديفيد كانوا بيتناقشوا مع بعض عن العمليه الجديده اللي هم مشاركين فيها مع عائله ماكنتايرز، لانهم لازم يامنوا مكان التسليم كويس جدا علشان محدش من الشرطه يعرف ويطب عليهم فجاه. وفي اليوم اللي اني وجين كانوا ماسكين فيه الشفت بيجي لهم اخباريه عن شخص اتسبب في فوضى على الطريق العام وعامل شوشره وازعاج للسكان اللي موجودين هناك. ووقتها اني وجين بيتوجهوا للمكان بناء
بناء على الإخبارية اللي جات لهم. وأول ما بيروحوا بيلاقوا تجمع كبير جدا من الناس، والشخص اللي جايين يقبضوا عليه واقف فوق أتوبيس بيزعق في مايك وهو سكران ومش داري بيقول إيه. فبيحاولوا يقتحموا الأتوبيس علشان ينزلوه منه، لكن هو بيكون قافل الباب وما بيعرفوش يطلعوا له، فبيبدأوا يحذروه من اللي بيعمله. وبعد أكتر من محاولة معاه بيقتحموا الأتوبيس وبينزلوه بالقوة. ومع الوقت أنجيلا بتروح لبيت جيمس وبتتخانق معاه علشان تاخد جوردن منه بالقوة، وبيخرج جوردن وبيحاول يمشيها من المكان، لكن أنجيلا ساعتها بترفض تمشي وتسيبه موجود معاهم. فبيخرج جيمس وهو متعصب جدا منها وبيضربها وبيطردها من البيت. وبعد ما أنجيلا بتمشي بتروح تتواصل مع جريس علشان تحل لها مشكلة ابنها وتنقذه من عصابة ماكنتايرز، وبتفضل تدور عليها وبتلاقيها في شغلها، فبتضطر تروح لها البيت وتستناها لحد ما ترجع من مركز الشرطة. وبتحاول جريس إنها تتكلم مع المحقق اللي ماسك قضية جي بي وتفهمه إنهم لو ضغطوا شوية على أبو جي بي هيتكلم وهيقول على كل اللي حصل لابنه، لكن المحقق بيعرفها إن اللي هي عايزة تعمله ده مفيش منه أي فايدة، خصوصا إن حصل قبل كده جرائم كتير من النوع ده والأهالي بترفض تتكلم خوفا من العصابة ونفوذها. وفي نفس اليوم جريس وستيفي بيروحوا لبيت جي بي وبيفرجوا أهله على فيديو ممكن يستخدموه في إدانة العصابة، وبيطلبوا من أبوه وأمه إنهم ما يخافوش ويتكلموا علشان الشرطة تقدر تتخذ الإجراء اللازم ضد العصابة، وبيأكدوا لهم إنهم هيأمنوهم ويجيبوا لهم دعم مالي ويخرجوهم بره البلد بعد ما يعترفوا على العصابة. وساعتها أهل جي بي بيوافقوا على اقتراح الشرطة ليهم وبيساعدوهم بالمعلومات اللازمة لتقديم البلاغ. وفعلا بعد ما بيشهدوا بأقوالهم للشرطة بيسيبوا المدينة بالكامل وبيمشوا، وبتاخد جريس الفيديو وبتدخل لديفيد علشان تعرفه اللي حصل، وبتعرض عليه الفيديو اللي واجهت بيه أهل جي بي. وبيتفرج ديفيد على الفيديو وهو مستغرب إزاي جريس وصلت لفيديو زي ده، بس ما بيحاولش يعمل أي حاجة ولا يصدر قرار بالقبض عليهم. ووقتها بتخرج جريس من عند ديفيد وهي متعصبة من رد فعله تجاه الفيديو، وبتبلغ ستيفي ان ديفيد قال لها ان القبض على عيلة ماكنتايرز هيضر المصلحة العامة لمركز الشرطة، رغم انها تعبت لحد ما اقنعت اهل جي بي علشان يقدموا بلاغ في عيلة ماكنتايرز ووافقوا. وبتفهموا انها مستغربة جدا من رد فعل ديفيد في القضية دي بالاخص. ولما جيري بيسمع الكلام اللي جريس قالته بيروح يقابل ديفيد وبيوضح له ان الامور في قضية عيلة ماكنتايرز بتتعقد كل يوم عن اليوم اللي قبله، وان انتشارهم في المدينة بقى اكتر من الاول، وجرائمهم وتوزيعهم للممنوعات زاد قوي عن حده، وانهم كل مره يفكروا يروحوا يقبضوا عليهم بيحصل حاجه تمنعهم من الوصول للعصابه. وفي الوقت ده بتدور مناقشه بين جيري وتومي، وبيوضح له تومي ان الجريمه كل يوم بتزيد في شوارع بلفاست ومحدش بياخد اي اجراء ضد عيله ماكنتايرز، وانه حاسس كده ان في شخص عايز يضللهم علشان ما يوصلوش للعصابه. فبيطلب منه جيري ما يهتمش قوي بالموضوع ده ولا يدور وراه علشان ما يتحطش في مشاكل هو في غنى عنها. وفي اللحظه دي بنشوف عيله جي بي وهم بيستعدوا علشان يمشوا من بلفاست ويتوجهوا لمكان تاني اكتر امان بالنسبه لهم. واثناء ما هم ماشيين بيظهر فجاه مو وهو راكب عربيته وبيسالهم مجهزين حاجتهم ورايحين على فين. وساعتها ام جي بي بتزعق له وبتهدده انه لو فكر يأذي اي حد من عيلتها هتخلص عليه بنفسها. وتاني يوم المفتشه جيرا من مكتب التحقيقات بتزور مركز شرطه بلفاست فجاه، وبتبلغ هيلين انها محتاجه تشوف الفريق بالكامل وهتسالها على شويه معلومات ومش هتاخد من وقتها كتير. وبتبدا تسالها عن الجرائم اللي حصلت طول الفتره اللي فاتت، ومن ضمنها الجريمه اللي كانت فيها الشخصين اللي واحد منهم اتوفى بجرعه ممنوعات زياده. فبتفهمها هيلين ان الاتصال موجود في سجل المكالمات وممكن تراجعه لو عاوزه. وبتبدا المفتشه تسجل كل كلمه هيلين بتقولها، وبتعلق انهم ما بيستجيبوش فورا لاي اخباريه وبيتاخروا، وعلى ما بيوصلوا المكان بتكون الجريمه حصلت. فبتحاول هيلين تفهمها ان فريقها بينطلق فورا اول ما بتوصل الاخباريه، لكن المفتشه ما بتقتنعش بكلامها وبتستجوب واحد من الفريق علشان تسجل ملاحظاتها. ولما بتخلص وبتاخد سجل الملاحظات وبتمشي من المكان بتوقفها المحققه روبنسون وبتفهمها انها عايزه تتكلم معاها شويه في مكتبها، وبتقول لها انها كانت المفروض قبل ما تيجي مركز الشرطه تبلغ رؤساء الاقسام وتاخد منهم الاذن، لكن هي جت فجاه علشان تسجل ملاحظات سيئه عن المركز واللي موجودين فيه. وبتفهمها جيرا ان كل اللي عملت معاهم التحقيق كذبوا عليها في اقوالهم ومش ملتزمين ولا منضبطين. فبتهددها المحققه روبنسون انها لو ما مسحتش التسجيل اللي معاها والملاحظات اللي دونتها عن مركز الشرطه هتقدم ضدها شكوى وتفصلها من شغلها. فبتتعصب جيرا جدا وبتمسح التسجيل وبتمشي. وبالليل بتيجي اخباريه لاني وجن ان في شخص في مالها ليلي بيتعدى على الموجودين، وفورا بيتوجهوا الاتنين على هناك وبيبداوا يتكلموا معاه ويطلبوا منه يمشي من المكان بهدوء ومن غير شوشره. فبيوضح لهم انه هيخلص مشروبه وهيمشي. واثناء ما بيتكلموا معاه بتيجي بنت ومعاها شابين وبتشاور على الراجل ده وبتبلغهم انه تعدى عليها
عليها وضايقها، واول ما بتقوم خناقه بين الشابين وبين الراجل بتاخده فورا اني وجن وبيخبوه في اوضه داخل الملهى الليلي، وبيفضل الشابين يخبطوا على الباب، فبتخرج اني وبتهديهم وبتوضح لهم ان هيتم القبض عليه بس لازم يأمنوه لحد ما يخرج من الملهى، فبيوافقوا لحد ما بيخرج من الاوضه وبيحاولوا يتهجموا عليه ويضربوه، لكن الضربه بتيجي في جن وبتسبب لها نزيف. وفي الوقت ده مو كان قاعد بيتفق على صفقه اسلحه لحسابه الخاص وبعيد كل البعد عن جيمس تماما، وبيتكلم التاجر مع مو وبيبلغه ان الصفقه لو نجحت هيطلع له منها مبلغ كبير قوي، وبيأكد عليه ان الصفقه دي سرها ما يطلعش لحد نهائي، ويا ريت تكون ما بينهم هما الاتنين بس وما يعرفش حد خالص بيها وخصوصا جيمس، لان لو جيمس عرف بالصفقه مش بعيد يوقفها. وفي نفس اليوم في 2 من رجال الشرطه بيوقفوا كارل ابن جريس في الشارع وبيطلبوا منه انهم يفتشوه تفتيش ذاتي، لكن هو بيرفض وبيحاول يضرب الشرطي، وبتقوم بينهم مشاجره قويه جدا وبيتقبض عليه وبيروح لمركز الشرطه بسبب تعديه على ضابط في الشارع. وبعدها جريس بتعرف باللي حصل مع ابنها وبتترجى الشرطي اللي قبض عليه وبتقول له يعمل فيها معروف ويخرجه لانه لسه شاب صغير ومش مدرك هو بيعمل ايه، وفعلا بيوافق الشرطي على التنازل وبيروح ابنها معاها. واثناء ما بتوصله جريس البيت بيتعصب عليها جدا وبيفهمها انها مهتمه بشغلها اكتر منه وانها انانيه وما تعرفش حاجه عنه ولا عن دراسته ولا عن حياته عموما. وتاني يوم جيمس بيقابل يوسف بعد ما طلب يشوفه ضروري، ولما بيساله جيمس عن سبب المقابله وايه هو الموضوع الضروري بيوضح له يوسف ان ابنه مو بيعمل صفقه اسلحه جانبيه من وراه مع منظمه جيلني، وانه هيشرف على نقل عدد كبير من البنادق الآلية والذخيره في مقابل مبلغ ضخم وشحنه اضافيه من الممنوعات الخام. فبيتعصب جيمس جدا من اللي بيسمعه وبيتوعد لمو وبيطلب منه يوسف انه يسيبه لحد ما الصفقه تعدي ويستولوا هم عليها ويتصرفوا فيها ويوزعوها على مستوى قاره اوروبا كلها. وبيوافق جيمس على كلام يوسف وبيبلغه ان دي هتكون اخر عمليه بينه وبينهم، وبعدها هيبقى حر هو وابنه ومش هيدخل معاهم في اي عمليه تانية. وتاني يوم مو وجوردن بيستلموا صفقه الاسلحه من منظمه جيلني، وفي الوقت ده يوسف بيطلب من ديفيد انه يامن طريق القصر لمو وهو رايح المخزن اللي هيحط فيه الاسلحه اللي استلمها، وده لان يوسف ورجالته بيراقبوا مو وهيروحوا يسيطروا على المخزن ويسرقوا الاسلحه. وبعد وقت مش كبير بتدخل هيلين وبتبلغ اني وجن انها محتاجه واحده فيهم تنزل الشفت مع جيري مكان تومي لان تومي مش موجود، فبتقول لها جن انها هتنزل مع جيري. وبعدها بنشوف مو وهو بيخزن الاسلحه في القصر وبيظهر جيري وجن وهم متواجدين في نفس الشارع اللي فيه مو والعصابه، وبيتكلم جيري معاها وبيعرفها انه هينزل يتمشى في الشارع ده لانه مشهور بوجود تجار الممنوعات فيه دايما، خصوصا انه شاف عربيه من عربيات عصابه دبلن داخله الشارع، ودي واحده من اكبر العصابات الاجراميه في انحاء اوروبا ومحدش عارف يقبض عليهم متلبسين لحد دلوقتي. فبتطلب منه جن انه يسيب الموضوع للمختصين من الشرطه وهم هيتعاملوا معاهم. وفي اللحظه دي بيكون رجاله يوسف موجودين وبيصوروا كل لقطه في العمليه من وقت ما بيدخل مو والمنظمه للقصر لحد ما بيبداوا يخزنوا الاسلحه. ومع الوقت جيري بيطلب من جن انها تقعد في العربيه وما تتحركش منها وهو هيرجع لها بعد شويه، وبيعدي فعلا البوابه للجهه التانيه من الشارع، ووقتها جن بتخاف تقعد لوحدها في العربيه وبتنزل بسرعه ورا جيري، وبيتفاجئ جيري انها نزلت من العربيه وبيطلب منها تفضل موجوده في المكان بس تستخبى وتاخد حذرها علشان محدش من العصابه يشوفها. واول ما بتخرج العصابه من المخزن بيتفاجئوا بوجود جيري في المكان، فبيطلع واحد من العصابه مسدسه وبيصوبه على جيري وبيضربوا طلقات رصاص متتاليه، وبتمشي العصابه من المكان فورا بعد ما جين بتخرج وبتضرب عليهم نار وبتخلص على واحد فيهم. وبتتصدم جين لما بتشوف جيري واقع على الارض وبينزف وبتحاول تلحقه وتنقذه، وبتتصل بزمايلها وهي منهاره من العياط علشان يلحقوه ويبعتوا الاسعاف تاخده بسرعه لانه مصاب. وبيوصل ستيفي وجريس لمكان الجريمه وبيطاردوا العربيه اللي كانت موجوده في المكان وبتصور كل اللي بيحصل، وبيقبضوا على الناس اللي فيها وبيتحفظوا على الشنطه اللي فيها الكاميرات. وفي الوقت ده جين بتتصاب بصدمه وبيجيلها انهيار عصبي من الاحداث اللي شافتها، وبيوصل جيمس البيت وبيلاقي مو وجوردن هناك، واول ما بيدخل بيهجم على مو وبيفضل يضرب فيه لحد ما بينزف، وده لانه ورط نفسه وورطه في عمليه زي دي. فبتحاول تينا تنقذ مو باي طريقه من تحت ايد جيمس لكن بتفشل، وبيكمل جيمس ضرب فيه بقوه لحد ما بينزف، وبيطلع المسدس بتاعه وبيبقى عاوز يوجهه على مو علشان يتخلص منه، لكن مو بيترجاه انه يسيبه. وفي اللحظه دي يوسف بيتصل بديفيد وبيتعصب عليه لان الشرطه مسكت رجالته وفي طريقهم لمركز الشرطه. واول ما ستيفي بيدخل هو وجريس بالمتهمين من رجاله يوسف بيطلب منهم ديفيد انهم يطلقوا سراح المتهمين مع اي اجهزه الشرطه اتحفظت عليها. فبيستغرب ستيفي من رد فعل ديفيد جدا لان المتهمين عندهم حصانه وما ينفعش يتقبض عليهم اطلاقا، وبيوضح لهم ديفيد ان مفيش في ايده حاجه يعملها غير انه يطلق سراحهم. واثناء خروج المتهمين من مركز الشرطه بيحصل اشتباك بين ستيفي وبين واحد منهم لحد ما بيجي ديفيد وبيبعدهم عن
عن بعض. وبتدخل المحققة روبنسون وبتلاقي بنتها جين عندها صدمة عصبية بسبب اللي حصل، وبتتكلم جين مع أمها وبتفهمها إنها عايزة تقدم استقالتها من الشرطة وتشتغل أي حاجة بعيد عن أجواء الحوادث والجرائم، وبتعرفها إنها دخلت الشرطة بس علشان ترضيها لكن هي مش حباها. وبتجتمع هيلين مع فريقها وبتوضح لهم إنهم بعد حادثة جيري هيكثفوا المراقبة على كل أفراد العصابة، وخصوصا المكان اللي اسمه القصر، لأن العصابة بتعمل اجتماعاتها وصفقاتها فيه، وبتطلب منهم يستمروا في مراقبة كل أفراد عيلة ماكنتايرز، ولو شافوا أي حد منهم يتحفظوا عليه ويسلموه لمركز الشرطة فورا. وبعدها بتقوم الشرطة بالقبض على جوردن وبيبدأوا يحققوا معاه علشان يتكلم، لكن جوردن بيرفض يقول أي حاجة عن عصابة ماكنتايرز. ووقتها جريس بتفهمه إنه متورط في جريمة إنهاء حياة شرطي، ودي جريمة مش عادية، وإن مو وجيمس هيهربوا وهو اللي هيشيل القضية لوحده، فمن مصلحته إنه يتكلم ويبلغ عنهم. وبتعرفوا إن الفيديو اللي الشرطة حصلت عليه أثبت إنه كان موجود هناك وقتها، فبيعيط جوردن وبيعترف لها إنه فعلا كان موجود هناك بس ما مسكش مسدس ولا ضرب على حد رصاص. فبتبلغه إنها عارفة إن كلامه صحيح، وبتقرر تعمل معاه اتفاق علشان تخرجه من القضية، وهو إنه يعترف على جيمس ومو وعلى الأماكن اللي بيخبوا فيها الممنوعات، وهي هتساعده هو وأمه يخرجوا بره المدينة خالص علشان عيلة ماكنتايرز ما يعرفوش يوصلوا لهم ويأذوهم. وفي اللحظة دي جريس بتقول لستيفي إنها محتاجة تتكلم معاه في حاجة مهمة جدا ليها علاقة بحادثة جيري، وبتوضح له وقتها إن لازم عصابة ماكنتايرز يتقبض عليها بأقصى سرعة، لأنها بقت بتشكل تهديد على كل الناس اللي موجودة في المدينة وتحديدا الشباب، وده لأنها بتبيع لهم ممنوعات بتدمر مستقبلهم وحياتهم. وأثناء كلامهم بتطلع كارت ميموري من جيبها وبتفهمه إنها خدت الكارت ده من الكاميرا بتاعت المتهمين اللي كان مقبوض عليهم في حادثة العربية، وبتطلب منه يشغل الكارت ويشوف إيه اللي موجود فيه. وفعلا بيبلغوا هيلين بموضوع الكارت وبيبدأوا يشغلوه، وبيظهر لهم فيديو متسجل للعصابة بما فيهم مو وجوردن، وجريمة إنهاء حياة جيري واضحة كلها فيه. فبتتوجه هيلين لرئيستها روبنسون وبتبلغها بكل اللي شافته في الفيديو، ووقتها روبنسون بتروح ليوسف وبتواجهه إنه إزاي يخرج 2 متهمين من السجن لمجرد إن عندهم حصانة، وبتفهمه إنه لو ما تصرفش وحل الموضوع ده هي مش هتسكت وهتصعد الموضوع للجهات العليا. وبيتقابل يوسف مع جيمس وبيبلغه إنه عاوز يضحي بيه هو وابنه مو علشان يتقبض عليهم ويشيلوا هم التهمة، وفي المقابل هو هيأمن لهم مستقبلهم بمبلغ كبير جدا في حسابهم البنكي في سويسرا لحد ما يخرجوا من السجن. وبيبلغ جيمس إن تينا هي الشخص المناسب اللي هتتولى أمر العصابة بعد دخولهم السجن لأنها ذكية بما فيه الكفاية. وفي نفس اليوم الشرطة بتحاصر مو وجيمس قبل ما يهربوا من المدينة، وبيقبضوا عليهم وبيتوجهوا بيهم لمركز الشرطة، وبيبدأ المحققين يواجهوا مو وجيمس بالجرائم والتهم اللي تسببوا فيها طول السنين اللي فاتت، سواء إتجار في الممنوعات أو تجارة سلاح وغيرهم من التهم. وفي الوقت ده تومي كان في مكتب هيلين وبتدور بينهم مناقشه، وبنعرف ان تومي عايز يمسك مكان جيري في جهاز الاستخبارات السريعه، فبتستغرب هيلين من طلب تومي المفاجئ، وبتوضح له ان معظم اللي بيشتغلوا في مركز الشرطه بيطلبوا نقلهم من الاستخبارات السريعه لانه قسم متعب جدا، لكن هو بيأكد لها انه داخل قسم الاستخبارات بكامل ارادته وانه مش خايف من اي حاجه ممكن تحصل له، وده اللي علمه له رئيسه جيري اثناء الفتره اللي كان بيدربوا فيها. وانتهى المسلسل، فيا رب يكون عجبكم، ولو حابب تتابعنا وتشوف بقيه الفيديوهات اشترك وفعل الجرس. سلام.